أسوأ حاجة هي الظلم، ده حقيقي. انتوا بتستغلوا القانون او بتستغلوا الناس وبتفتروا على بعض بكلام ما حصلش، وانتوا فاكرين ان كل ده هيعدي. لا، مش هيعدي، مش هيعدي خالص. ما ينفعش لما تبقى زوجتك رفع عليك طلاق للضرر نلاقيك داخل تقول كلام والله العظيم نبقى كلنا واقفين مقروفين منك. معكش اثبات واحد بس تتهم مراتك بقى باتهامات فظيعة، وانتي ما ينفعش تكوني رافعة طلاق للضرر وتقولي على حاجات ما بتحصلش. وانا مش عايزة اوضح في الفيديوهات، مش عايزة اديكم افكار، بس انتوا فاهمين ليه العادات دي يا جماعة مش عادات بلدنا اصلا، يعني ده مش عادات والتقاليد بتاعتنا. فانتوا جايين تخترعوا حاجات قصاد القاضي والكلام ده كله عشان انت تاخدي طلاق للضرر، وعشان الطلاق للضرر بتاعها يترفض. عيب 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 قوي. دي مش عركه، ده انفصال. انفصلوا بطريقه شيك. محدش قالك تتنازلي عن حقوقك، بس خدي حقوق بما يرضي الله، ما تتعسفيش قوي في حقوقك. وانت مش هتطلق وتجري، لا يا بابا، مفيش حاجه اسمها كده. هي من حقها تاخد حقوقها لو انت اللي ضاررها، وكمان من حقها تاخد نفقات العيال، ما هي دي عيالك زي ما هي ايه عيالها، فانت هتصرف عليهم. فيا جماعه نتفق على الطلاق ونكتب عقود اتفاق، وعيب قوي اللي بيحصل ده، وبجد كفايه كفايه بجد.